مرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نتحدث فيه على اهم المنتوجات اللي محتاجينها في هذه الفتره ديال البرد. المنتوجات اللي غادي تساعدنا على التقويه ديال المناعه. وكذا واحد العدد من دوك المنتوجات اللي غادي نحاولوا اننا نتحدثوا عليهم. طبعا ماشي هادو هما المنتوجات كاملين اللي كاينين، ولكن عندنا مجموعه ديال المنتوجات اخرى. لانه في هذا الفيديو غادي نحاولوا اننا نتحدثوا اليوم على هاد المنتوجات هادو. هادو منتوجات ديال الشركه ديال فوريفر، اللي هي مكملات غذائيه طبيعيه، اللي مزيانه بالنسبه لهاد الفتره كما قلت لكم، خاصه في هاد الفتره ديال البرد، انها تتقوي لنا المناعه. غادي نتحدثوا على المنتوج الاول اللي هو الالويفيرا جيل، ولا المشروب ديال الالويفيرا، ولا اللب ديال الالويفيرا. هذا منتوج اللي فيه اللب ديال الالويفيرا بيور. فيه تقريبا 96% من الالويفيرا اللي فيه. مضيوف ليه الفيتامين سي والفيتامين او. هذه هي الطريقه باش يتم الحفاظ على المنتوج انه يبقى يعني طبيعي، بلا ما تاكسد لينا هذيك الالويفيرا. بالنسبه لهذا فهو فيه بزاف ديال الفيتامينات، فيه تقريبا اكثر من 12 فيتامين الالويفيرا، وفيه ايضا يعني 12 حمض اميني، وفيه ايضا اكثر من 20 معدن، واكثر من 200 مكون يعني غذائي. ايضا بالنسبه لهاد الالوفيرا، بالنسبه لهاد الالوفيرا هذه فهي غنيه بمضادات الاكسده، ومعروف الاهميه ديال مضادات الاكسده في القضاء على ديك الجذور الحره اللي تسبب لنا الخلايا السرطانيه، واللي تتخلي ان الجسم ديالنا يتعرض، يعني ملي ما تكونش عندنا مضادات الاكسده فديك الخلايا السرطانيه ولا ديك الجذور الحره فهي تتسبب لنا، يعني هي اللي تتخلي ان الجسم ديالنا يكون عرضه لابسط يعني الامراض وابسط الفيروسات اللي ممكن انها تصيب الجسم ديالنا. فهذا غني هو بمضادات الاكسده اللي تقضي على هذه الجذور الحره. وايضا فهو فيه واحد الماده ديال السابونين اللي تتغسل لنا الجهاز الهضمي ديالنا، وتتخلي ان الجهاز الهضمي ديالنا يكون دائما في صحه جيده. لان الجسم ملي تيكون الجهاز الهضمي في صحه جيده، في صحه يعني ملي تيكون سليم، فالجسم ديالنا تيكون سليم. بالنسبه لهذا ايضا فمن الفوائد ديال هذه الالوفيرا انها تتقوي لنا المناعه. ايضا انها تتوازن لنا السكر في الدم، يعني الناس اللي تيكون عندهم المشكل ديال داء السكري، يعني مره طالع مره هابط، فهي تتوازن لنا يعني تتوازن لنا السكر. وايضا فهي يعني ديك الماده ديال السابونيم اللي المنتوج الثاني اللي هو الفيتامين سي، او لابسوربون سي ديال الشركه ديال فوريفر. بالنسبه لهاد لابسوربون سي فهو واحد لابسوربون سي اللي هو عباره عن دي كومبريمي، يعني مصاوب بواحد الطريقه اللي هي فريده من نوعها، بحيث ان الشركه خدات يعني اجود انواع الفيتامين سي اللي هو ديال الباباي وديال الليمون وديال الحمض، وتبتاتهم على النخاله ديال الشوفان. يعني بهذه الطريقه هذه فالجسم ديالنا تيستافد من الفيتامين سي لواحد المده اللي هي طويله ديال 6 ساعات او 8 ساعات، بحيث ان النخاله ديال الشوفان معروف انها ما تتهضمش دغيا، بالاضافه انها يعني غنيه بمضادات الاكسده، فهي ما تتهضمش دغيا. اذا وقت ما تهضمت واحد شويه، يعني واحد لابارتي من هذيك يعني الشوفان، فالجسم ديالنا تيستافد من الفيتامين سي، بعكس الفيتامين سي الاخر اللي تيدوب في الماء، فالجسم ديالنا تيستافد منه في ديك اللحظه. ويعني ومع الدوره اللي تيدورها يعني الماء في الجسم، فتنفقدوا هذاك الفيتامين سي. اما بالنسبه لهذا ديال الشركه ديال فوريفر، فهو كما قلت لكم فهو تيبقى معنا واحد المده طويله في الجسم ديالنا، يعني تيستافد منه الجسم وقت ما تهضمت واحد لابارتي صغيره يعني من الفيتامين سي، فالجسم ديالنا تيستافد من هذا الفيتامين سي. وحبه وحده، يعني وحبه وحده تعطينا 83.7% من الاحتياج ديالنا اليومي للفيتامين سي. يعني حبه وحده كافيه في اليوم انها تعطينا الاحتياج ديالنا للفيتامين سي. وبالنسبه للدور ديال الفيتامين سي فهو واحد الدور اللي هو مهم بزاف بالنسبه للجسم، بحيث انه راه تيقوي المناعه، تينقي لنا الجسم ديالنا من السموم، تينقي الجسم من السموم. ايضا فهو تيساعد على يعني التثبيت ديال الكولاجين في البشره وفي العظام. وبالنسبه يعني في الشعر فمهم الفيتامين سي انه نكونوا تناخذوه باستمرار، لانه مهم، هو واحد الفيتامين اللي تيساعدنا ايضا على الامتصاص، وسيساعدنا ايضا على تثبيت ديال اي حاجه خديناها. دونك يعني تيساعد على الامتصاص، تيساعد على تثبيت ديال الفيتامينات والمعادن اللي تناخذوها يعني في الوجبات الغذائيه ديالنا.
دونك المنتوج الاخر اللي غادي نتحدثوا عليه هو الفوريفر ايمو بلاند. دونك هذا واحد المنتوج اللي دخل عندنا المغرب يعني واحد الفتره هذه قليله، دونك جديد هو في المغرب. دونك هذا واحد المنتوج اللي كان داير واحد الضجه كبيره يعني يعني في العالم، يعني في الايامات ديال كورونا، اللي كانت هذيك الموجه ديال كورونا. دونك فهذا واحد المنتوج اللي كان عليه واحد الاقبال كبير، بحيث انه فيه بزاف ديال الفوائد اللي ساعدت الناس اللي كانوا تيستهلكوا في ديك الفتره انه يقضيو على ديك كورونا، وايضا انهم يكونوا تيقويو المناعه ديالهم. دونك فبالنسبه للايمو بلاند، دونك هذا واحد المكمل غذائي اللي المكونات ديالو فيه واحد جوج ديال الانواع ديال الفطر اللي هي يابانيه. دونك فطر تيتسمى الشيتاكي وفطر تيتسمى الميتاكي. دونك هادو جوج ديال الانواع ديال الفطر اللي معروفين بالنسبه في الثقافه اليابانيه انهم يعني تيستهلكوهم بشكل اللي هو وفير وتيقويو المناعه ديالهم. ايضا هذا فيه غني بالزنك، دونك كما تشوفوا معنا. دونك فهو فيه الزنك وفيه ايضا الفيتامين سي وفيه الفيتامين دي 3. دونك بالنسبه لهذا المكمل الغذائي من الفوائد ديالو انه يعني تيقوي لنا جهاز المناعه ضد الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، فهو تيقوي لنا المناعه بهذه المكونات اللي فيه، فهو تيقوي لنا المناعه. ايضا فهو تيساعد على تحسين وظيفه القلب والشرايين، تحسين وظيفة القلب والشرايين، وأيضا الأوعية الدموية، وأيضا كينشط لنا الدورة الدموية، وكيقضي لنا على الجذور الحرة اللي تتكون موجودة عندنا في الجسم واللي تسبب لنا ديك الخلايا السرطانية. أيضا فهو كما تشوفوا فهو تيزودنا أيضا بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، بحيث أن حبة وحدة منه كما تشوفوا معنا هنايا. دونك حبه وحده منه فهي تتزودنا ب 75% يعني من الاحتياج ديالنا للفيتامين سي، وايضا حبه وحده فهي تعطينا 100% من الاحتياج ديالنا للفيتامين دي، يعني الناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال نقص في الفيتامين دي فحبه وحده تعطينا 100% من الفيتامين دي، وحبه وحده تعطينا 50% من الزنك. ومعروف الزنك انه مهم بالنسبه يعني بالنسبه لسواء الذكور ولا بالنسبه للنساء، خاصه في الجانب ديال الخصوبه. فمهم بزاف الزنك انه يكون تنسلكوه بشكل اللي هو يعني دوري، ما يكونوش يعني تنغفلوا على الاطعمه اللي تتكون يعني فيها الزنك. ايضا بالنسبه لهذا المنتوج هذا دونك فهو ممنوع بالنسبه يعني ثلاثه ديال الحالات. دونك ممنوع عليهم انهم ياخذوا هذا المكمل الغذائي هذا، خاصه يعني الحوامل، النساء الحوامل، وايضا النساء المرضعات، والناس اللي عندهم مرضى اللي عندهم مرضى القلب او القصور الكلوي. دونك بالنسبه للمنتوج الاخر اللي هو لاكتيف بروبي. دونك بالنسبه لاكتيف بروبي دونك معروف من السميه ديالو دونك انه هي البكتيريا النافعه. دونك غير غادي نعطيو بزاف ديال المعلومات على البكتيريا النافعه قبل ما نتحدثوا على هذه البكتيريا النافعه. دونك بالنسبه لهذه البكتيريا النافعه فهي معروف ان الجسم ديالنا راه فيه اكثر من 100 تريليون نوع من البكتيريا، اللي من بينهم البكتيريا النافعه ومن بينهم البكتيريا الضاره. فماشي غير البكتيريا النافعه اللي تتكون عندنا في الجسم، فتتكون عندنا البكتيريا النافعه وتتكون عندنا البكتيريا الضاره. والجسم ديالنا ولا الامعاء ديالنا دونك فهي تحتوي على اكثر من 100 تريليون من هذه البكتيريا هذه. بالنسبه للبكتيريا النافعه فهي موجوده بكثره في الجسم ديالنا وتتسمى يعني نبات الامعاء. دونك فهي لان هي اللي تساعدنا انه يعني يكون عندنا امعاء اللي هي جيده. الا كانت عندنا بكتيريا يعني نافعه بكثره في الجسم ديالنا فالامعاء ديالنا تيكونوا في صحه جيده. دونك من الوظيفه ديال هذه البكتيريا هذه او البكتيريا النافعه او من المهمات ديالها انها تسهل العمليه ديال الهضم بالنسبه يعني في الاكل ديالنا، فهي تساعدنا انه تسهل لنا العمليه ديال الهضم. ايضا فهي تقوي المناعه بحيث انها كتواجد بكثره في الجسم ديالنا وتقضي على ديك البكتيريا الضاره والفيروسات. ايضا كتساعد على الامتصاص، فهي المسؤوله على الامتصاص ديال الاغذيه يعني اللي تنستهلكوها الفيتامينات والمعادن. ايضا فهي كتفرز لنا الهرمون ديال السعاده، فهي المسؤوله على افراز ديال هرمون السعاده، بحيث انه ملي تكون عندنا البكتيريا النافعه في الجسم ديالنا بكثره فتنحسوا بانه داك الهرمون ديال السعاده تتفرز عندنا بشكل اللي هو وفير. ايضا فهي تتسرع العمليه ديال ازاله السموم، يعني في العمليه ديال انقاص الوزن الناس اللي باغيين ينقصوا من الوزن ديالهم، فهاد البكتيريا النافعه فهي تتسرع من العمليه ديال ازاله السموم من الجسم. دونك بالنسبه لهذه دونك لاكتيف بروبي
غادي نتحدثوا دابا على هاد البكتيريا النافعه ديال الشركه ديال فوريفر. دونك هذه فهي خدت عليها الشركه براءه الاختراع على هاد لاكتيف بروبي، بحيث ان الطريقه باش مصنوعه دونك فهي عباره عن كبسولات اللي ما تيتفتحوش حتى البلاصه اللي خصهم يكونوا فيها البكتيريا النافعه اللي هي الامعاء. فهي ما تتفتحش على مستوى المعده، فهي تتفتح على مستوى الامعاء. وهنا الجسم ديالنا فهو تيستافد من هذاك العدد اللي غادي نذكروه اللي كاين في كل كبسوله وحده. اذا هذه هي المساله الاولى اللي من بينها علاش خدات الشركه يعني براءه الاختراع، دونك هي انها يعني تتفتح على مستوى الامعاء. المساله الثانيه هي ان هذه البكتيريا النافعه ديال فوريفر كل كبسوله وحده ففيها 8 ديال المليار ديال البكتيريا نافعه، 8 ديال المليار. وايضا ماشي غير 8 ديال المليار، فهي فيها 6 ديال السلالات ديال البكتيريا. والاخصائيين ديال التغذيه فهما تنصحوا بانه الا بغيتي تاخذ بكتيريا نافعه ما خصكش تاخذ بكتيريا نافعه من سلاله واحده، خصها تكون فيها سلالات متنوعه ماشي غير سلاله واحده. دونك ايضا فهي فيها الزنك، دونك فيها الزنك ايضا. وكما قلنا فهي يعني فيها 6 ديال السلالات ديال البكتيريا النافعه. دابا ملي تحدثنا على الاهميه ديال البكتيريا النافعه وشرحنا الدور ديالها، دونك غادي نحاولوا نتحدثوا على شنو هي الاسباب اللي تتخلي انه ما تبقاش عندنا البكتيريا النافعه في الجسم، او لا شنو هي الامور اللي تتقضي على البكتيريا النافعه. دونك من بين هذه الامور هذه هي انه ملي تناخذوا الوجبات ديال الطعام اللي ما فيهاش الالياف، فملي تكون عندنا الوجبات ديالنا تفتقر لهذه الالياف هذه، فالبكتيريا النافعه فهي تتموت وتتكاثر بلاصتها البكتيريا اللي هي ضاره. ايضا ملي تناخذوا المضادات الحيويه الصناعيه، ملي تنكثروا من المضادات الحيويه، فهذه المضادات الحيويه فهي تقضي على البكتيريا النافعه في الجسم. وايضا ملي تيكون عندنا الضغط العصبي بزاف، الانسان ملي تيكون تيتعصب بزاف فهو تيقضي يعني الضغط العصبي تيقضي على البكتيريا النافعه. التوتر المستمر، وايضا هذيك السكريات الصناعيه والحلويات بانواعها. يعني ملي تناخذوا هذيك الحلويات يعني السكريات والحلويات اللي فيهم السكر بكثره، فاحنا تنقضيو على هذه البكتيريا النافعه اللي هي واحد الكنز اللي عطاه لنا الله سبحانه وتعالى في الجسم ديالنا. دونك اللي ما تنعرفوش القيمه ديالو حتى تنفقدوه، ولا حتى تنحسوا ببعض الامراض عاد تنعرفوا بانه راه عندنا واحد البكتيريا النافعه اللي خصنا نحافظوا عليها. دونك هذه هي الامور اللي تتقضي على هذه البكتيريا النافعه. من بعد غادي ندوزو نتحدثوا على واحد العدد ديال المنتوجات اللي هما تيتسموا يعني منتوجات ديال خليه النحل. دونك هاد المنتوجات ديال خليه النحل غادي نحاولوا نتحدثوا على كل مكون والاهميه ديالو ولا الدور ديالو يعني في التقويه ديال المناعه. دونك فهنايا دونك بالنسبه للعسل، دونك هذا عسل ديال الشركه ديال فوريفر. دونك بالنسبه لهذا العسل هذا فهو عسل اللي هو حر طبيعي. دونك عسل اللي تيجينا من الجبال ديال اسبانيا، دونك هو ما تيجيش مثلا من امريكا. دونك لان الشركه علاش اختارت اسبانيا؟ لان الجبال ديال اسبانيا هو الجو المناسب للنحل باش انه يتكاثر ويعطينا واحد العسل اللي هو ذو جوده عاليه. دونك فالشركه كما قلت لكم دونك يعني اختارت الجبال ديال اسبانيا فين تطرع النحل ديالها. دونك بالنسبه لهذا العسل هذا فمعروف الثقافه ديالنا يعني سواء يعني في العالم كامل، يعني ما كاينش شي شعب اللي ما معروفش عنده العسل. فبالنسبه لنا في المغرب حنايا معروف عندنا العسل، والناس تتسالك العسل غير في المناسبات ديال البرد بحال هكا، ولا مثلا ملي تيجيو عندك شي ناس اللي هما مهمين تحط لهم العسل. دونك فبالنسبه للعسل فهو واحد المكمل غذائي اللي مهم بزاف، اللي هو غذاء وشفاء، اللي كما قلت لكم مذكور في القرآن ومعروف في جميع المجتمعات. فهو تيفتح الشهية وتيزيد في الوزن، وايضا لان فيه سعرات حراريه اللي هما طالعين. دونك كما تشوفوا دونك داكشي علاش هو راه مهم بالنسبه للناس اللي باغيين يفتحوا الشهيه ديالهم ويزيدوا في الوزن. وايضا فهو تيزيد في القدره الجنسيه بالنسبه للرجال والنساء، لانه غني بزاف ديال الفيتامينات والمعادن اللي من بينهم الزنك والسيلينيوم، وهادو جوج ديال المكونات اللي تيزيدوا في الخصوبه سواء بالنسبه للرجال ولا بالنسبه للنساء. هو تيعالج يعني السعال وتيكافح دوك الالتهابات، وتيسرع العمليه ديال الالتئام ديال الجروح والحروق. وايضا فهو تيقوي يعني عضله القلب وتيصفي الكليتين. دونك غير بالنسبه يعني المعلومه بالنسبه لهذا العسل هذا ديال الشركه، دونك فالبلاصه اللي تيرعى فيها النحل دونك فهي واحد البلاصه اللي غنيه بالحقول ديال الالوفيرا، وفيها بزاف ديال الاعشاب طبيه ونباتات عطريه. داكشي علاش هذا العسل هذا هو عسل واحد. دونك غادي نتحدثوا على غذاء الملكات.
او لا رويال جيلي. دونك بالنسبه لغذاء الملكات، دونك اللي هو اغنى غذاء كاين في الطبيعه. دونك هذا غذاء اللي اغنى غذاء كاين في الطبيعه. داكشي علاش نشوفوا بان الملكه ديال النحل هي ماشي بحال النحل العادي، فهي دائما تتكون عندها واحد الجسم ديالها اللي هو اكبر من الحجم ديال النحل العادي، وايضا تيكون عندها يعني فهي تتعيش مده اطول اكبر من النحل العادي، بحيث انها تقدر تعيش حتى 3 سنوات، في حين ان النحل العادي تعيش 6 شهور 8 شهور فهو تيموت. دونك بالنسبه لهذا فهو غني بالفيتامينات والمعادن وبزاف ديال الامور اللي محتاجها الجسم ديالنا. دونك من الفوائد ديالو انه راه تيقوي المناعه، فهو تيقوي المناعه. ايضا فهو تيزيد في القدره الجنسيه للرجال وحتى بالنسبه للنساء. تيعالج جميع المشاكل يعني العضويه اللي تعاني منهم الجسم، بحال مثلا فقر الدم وتساقط الشعر. وايضا يعني بالنسبه للمناعه كما قلت لكم فهو تيقوي المناعه. المنتوج يعني الثالث بالنسبه للمنتوجات ديال خليه النحل اللي هو فوريفر ببروبوليس، العكبر ديال النحل. دونك بالنسبه للعكبر ديال النحل، دونك ف يعني التجربه ديال الناس اللي كانت فيهم كورونا ولا اللي عاشوا كورونا، دونك غادي يعرفوا القيمه ديال البروبوليس. وفي ديك الفتره راه كانوا بزاف ديال الاطباء تينصحوا به، خاصه مثلا الدكتور الفايد، الاخصائيين ديال التغذيه الدكتور الفايد والدكتور نبيل العياشي، فهما كانوا تينصحوا بالعكبر ديال النحل. وخاص غير تلقى العكبر ديال النحل يكون يعني مازال طري ويكون ذو جوده عاليه. دونك بالنسبه لهذا البروبوليس ديال الشركه ديال فوريفر، دونك فهو اولا نتحدثوا اولا على الماده ديال البروبوليس. فهو اقوى مضاد حيوي كاين في الطبيعه. اقوى مضاد حيوي علاش؟ لان هاد الماده هذه اللي تيصنعها النحل تيصنعها باش يعقم به الخليه ديالو. داكشي علاش تلقاو مثلا بان العسل ما عمرها تلقاو فيه مثلا البكتيريا ولا لقاو فيه جراثيم ولا لقاو فيه يعني انه راه تيخسر بسبب هاد الماده هذه اللي تيصنعها النحل اللي تيعقم به هذيك الخليه ديالو. دونك بالنسبه للبروبوليس كما قلت لكم فهو اقوى مضاد حيوي في الطبيعه. وايضا فهو تيعالج يعني جرثومات المعده، يعني مزيان بالنسبه للناس اللي تيعانيو من جرثومات المعده، مزيان بالنسبه لهاد الفتره هذه ديال هاد الفيروسات وهاد التقلبات ديال الجو، فهو تيقوي المناعه وتيقضي على هاد الجذور الحره وتيقضي على البكتيريا وعلى الجراثيم. وتيعالج ايضا هذيك الديدان المعويه للناس اللي تيعانيو من هاد المشكل ديال الديدان المعويه. دونك بقى عندنا منتوج واحد اللي هو الفوريفر بيبولين. دونك بالنسبه للفوريفر بيبولين، دونك هو حبوب اللقاح اولا يعني الغذاء ديال النحل العادي. دونك داكشي اللي تجمع النحل العادي من الزهره. دونك بالنسبه لهذا فما فيهش غير حبوب اللقاح بوحدو، دونك فهو ايضا فيه حبوب اللقاح وفيه شويه من غذاء الملكات، وايضا فيه محلى بالعسل، يعني فيه ايضا العسل. داكشي علاش المذاق ديالو حلو. هذا مزيان بالنسبه هو غني بالفيتامينات والمعادن، مزيان بالنسبه للناس اللي يعني التقويه ديال المناعه، مزيان بالنسبه للناس اللي تيعانيو المشكل ديال الحساسيه الموسميه، الحساسيه ديال الفصول، مزيان هذا مزيان بالنسبه لهم. ايضا مزيان بالنسبه يعني التقويه الجنسيه، سواء بالنسبه للرجال ولا حتى بالنسبه للنساء. وايضا بالنسبه للناس اللي تيعانيو من ضعف الشهيه، فهذا تيفتح الشهيه بشكل اللي هو رهيب جدا. تيفتح الشهيه باش تيخليك انه تاكل مزيان وتزيد في الوزن. وايضا مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم. هذا منتوج اللي صراحه منتوج اللي هو رائع جدا يعني بالنسبه لهذه المساله هذه. يعني الحمد لله الزبناء ديالنا اللي تيستهلكوه ولا اللي خداو يعني فكلهم الحمد لله تيكونوا عندهم نتائج اللي هي جيده بالنسبه لهذه المنتوج هذا.